مشاريعها اللي تخص مجال إبداعها، وهي بالتحديد مجال الفن التشكيلي. بالمناسبة يمكن نلاحظ أنه التشكيليين أو الشعراء والمطربين لهم حصة في حنين. احنا نعتقد أنه هذا دليل على أثر الحضارة الإنسانية العميقة اللي تحمل مشاعر مرهفة تجعل الفرد العراقي من أهم محبي الحياة، ودائما نجد أنفسنا نتغزل باللون وبالنغمة وبالمفردة، حتى بالنهاية نرسم لوحة مفعمة بالحياة ونتراهن مع كل من يحاول أن يقتل هذه الروحية بيننا أنه أكيد راح يطلع خسران. وأكبر دليل ضيوف حنين اللي ضيفنا منهم هو يرفض ضيفنا أنه يقدم معرض فني يشبه معرض فني سابق له، لأن الإبداع والتجدد يجب أن يكون متجدد ويعطي عطاءات وإبداعات ما لها حدود. ضيفنا إلى مشاركات فنية عديدة خارج العراق، هو من خريج كلية الفنون الجميلة. كل الهلا بالتشكيل العراقي أحمد الكرخي ضيف حنين الآن. بعد ما صارت الحرب بالعراق غادرت متجها إلى سوريا تقريبا سنة 2004. وصلت إلى دمشق وبديت أسس إلى ما كنت أعمله في بغداد من حيث إثبات الوجود. كوني فنان تشكيلي أهتم دائما بإقامة المعارض، وإن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى يرجع لنا الأمن والأمان إلى بلدنا ونرجع كما كنا نمارس فننا في بغداد إن شاء الله. أول معرض شخصي بعد ما غادرت بغداد كان في صالة دار المدى للثقافة والفنون في دمشق. كان معرض فردي، وبعدها كان عندي معرض بالمركز الثقافي في دمشق أيضا. وبعد هذا المعرض كان عندي معرض مشترك مع الفنان مزاحم الناصري كان اسمه جدران. وبعد معرض جدران كان عندنا معرض المحترف العربي الأوروبي، حيث كنت أحد الفنانين العرب الذين تم ترشيحهم في هذا المعرض. وبعد المحترف العربي الأوروبي كان عندنا معرض بالمركز الثقافي الفرنسي في دمشق مع مجموعة من الفنانين العراقيين. وأخيرا معرض في صالة فريهاند، معرض مشترك نحت ورسم. كل من يتابع أحمد الكرخي يعرف بأنه أحمد الكرخي عندما يبدأ افتتاح معرضه بالنسبة للمعارض التي قمتها في بغداد وفي دمشق وحتى في أوروبا، المعارض تعتبر يعني يوم الافتتاح ينتهي بالنسبة لي هذا المعرض وأفكر بمعرض آخر، يعني يكون مشروع لمعرض جديد. الفرق بين ما كنت في معارض السابقة في بغداد والمعارض الأخرى اللي صارت بعد ما طلعت من بغداد، فالفرق كبير، لأنه أنت يعني أكو فرق بين ما ترسم من الذاكرة وبين ما ترسم مباشر دايركت، لأنه دائما الشيء يعني الشيء اللي تشوفه مو مثل اللي تسمع به أو اللي تتخيله. ف تعرف يعني بأنه بعد ما يعني الحرب اللي صارت في العراق، حتى لو كنت في العراق لا أستطيع أن أطلع للبستان وأنا أحمل الستاند وأقعد أرسم،
لأنه ممكن أتعرض للقتل في وقتها. ف نسأل من الله سبحانه وتعالى بأنه يرجع ذيك الأيام وترجع البساتين من جديد، ويرجع النخيل مثل ما كان، ليس النخيل الذي حاليا نشاهده يوميا على التلفاز يحرق وتقطع رؤوس النخيل. فإن شاء الله قلت لك يعني نتمنى أن بلدنا ترجع له الأمان، ويرجع يعني بدل ما اللي دا يصير حاليا يرجع الإعمار ويرجع الازدهار، وترجع البساتين مثل ما كانت. ويعني هذا كل اللي نتمناه. يعني هي نفس الأسباب بالنسبة إذا كانت بلد غير آمن، يعني مستحيل أن تجد أرضية مناسبة لازدهار فن تشكيلي أو أي فن آخر. وبالنسبة لنا كفنانين خارج الوطن فالصعوبات تكون مضاعفة، لأنه أنت تعرف يعني متطلبات الحياة الصعبة، فأنت بهاي الحالة ما تعرف يعني أنت يعني تعمل من أجل أمورك العادية اليومية، أم تعمل من أجل أن فهي يعني تعرف يعني لازم أنت كل شيء له تضحية، وخاصة الفن. يعني ايش قد ما تتعب وايش قد ما تضحي له، ايش قد ما بالمقابل يعني تكون أنت يعني أهل لهذا الفن والإبداع اللي تقدمه. اكو فنانين يحب يغير المدارس، يحب ينوع بالاتجاهات، وهذا يعني اي فنان ممكن يمر بهاي المرحله. فاحد المعارض اللي قمتها بعد ما عملت المعرض الاول، معرض كان اسمه صمت كالبكاء. هذا المعرض بعد السقوط مباشره، وكان عباره عن أعمال تعبيرية، يعني شخوص ونساء ويعني تعرف بصورة عامة. وهذا المعرض كان بالمركز الثقافي الفرنسي في بغداد. وبعدها كان عندي معرض جدران. هذا معرض الجدران معرض تجاوز الطبيعة وتجاوز الانطباعية والتعبيرية وصولا إلى التجريد. وهاي المدرسة هي مو مدرسة جديدة، اشتغلوا عليها كثيرين من الفنانين أجانب أو عرب أو حتى عراقيين. وهذا المعرض كان مع زميلي مزاحم الناصري. والحمد لله أيضا رغم ما أنه الناس اللي تتابع أحمد الكرخي تفاجأوا بأنه عنده انتقاله من الطبيعة إلى التجريد بهذه القوة، لأنه تعرف أنت أي إنسان من عندنا يعني من الناس تأخذ عليه فشي معين وبعدين ينتقل إلى العكس مباشر، فهذا بردود أفعال. فالحمد لله كانت ردود أفعال جميلة، لأنه تعرف يعني الفن التشكيلي له نقاد وله يعني وصعوبة أن نادرا ما يكون الكل متفق على بأنه هذا الشيء جميل. ولكن الحمد لله ما نقول الكل اتفقوا بأنه أحمد الكرخي قدم أعمال تجريدية رائعة، بس نقول الأغلبية بأنه أشادوا بهذا المعرض وحقق نجاح جميل وقدم صورة جميلة عن التشكيل العراقي. الحنين للوطن هو بالنسبة للعراقي يختلف، وهذا العراقي إذا كان تشكيلي فالاختلاف راح يكون أكبر، لأن هذا الحنين قلت لك يعني أقدر أصور لك إياه وكأنه تقدر تقول يعني مثل ما أم تضيع ابنها في سوق شعبي. ف يعني تعرف بس يعني بعد ما يأست أن تجد هذا الطفل، وإذا بشخص يجيب ابنها ويقول لها هذا ابنك، ويعني ذيك اللحظة صعبة. ايش قد ما هي يعني حزينة في فقدان ابنها، ايش قد ما هي فرحت
بوجود هذا الجزء هو من عندها. فهذا امثل لك اياه الحنين للوطن. احنا هسه اشبه بالام اللي ضيعت ابنها وفجأة يعني قلت لك يعني يجي واحد يقول لها يا انت هذا ابنك، او تحتضنه وما اعتقد بعد تفرط به مره ثانيه. فاحنا يعني اعطيتك هذا المثال، والامثال تضرب ولا تقاس. يعني عندما يقولون يا احمد الكرخي بلدك رجع له الامان وينتظرك ان تقدم ابداعك في بغداد وفي البصره وفي الشمال، فهذا يعتبر يعني ليس حنين، يعني يعتبر قلت لك يعني تقدر تسميها دموع الفرح والحزن في آن واحد يعني. فهذا بالنسبة للحنين لأحمد الكرخي. عندي عبد الله ابني، هو صحيح صغير ولكن حسيت بأنه يحب الرسم وعنده ميول للرسم، فأنا حضرت له أعمال هيك لوحات صغيرة، وحضرت له ستاند صغير، ودائما يعني أشوف كل ما أجي أنا للوحة أيضا هو يجيب الستاند ماله ويجيب ألوانه ويجيب الفرش ويقعد يرسم الشيء اللي هو دائما يعني أشاهد بأنه يرسم أكواخ صغيرة، وأسأله أقول له ها شنو؟ يقول لي بابا هذا بيتنا بالعراق، شو وقت نرجع؟ فأنا أقول له يعني إن شاء الله يعني يجي اليوم اللي ترجع وهناك ترسم، وأسوي لك مرسم صغير خاص بيك، وأقدمك كالفنان الصغير اللي دائما يشارك ويا زملاء الطلاب. فإن شاء الله يعني هاي فترة احنا عشناها، وإن شاء الله نرجع للعراق بأقرب وقت.